الحكم تعاطف معاه وقال لك معلش الواد غلبان، فهنسيبه يلعب معانا الشويتين دول. خلاص ده فاضل ايه 10 دقايق ولا فاضل ربع ساعه على الماتش، سيبه. فسبحان الله يعني في الدقيقه 86 كان فيهم جول. معلش بقى يا برانتفورد، انت كده كده اصلا كمان اتعدد في الدوري دوت، فايه مش مشكله. يا السلام عليكم ورحمه الله، معكم زيكا. وكان في واحد كده اسمه جرناتشو في مباراه مانشستر يونايتد وايفرتون. الراجل دوت كان عامل ايه؟ عامل نفسه فيها قائد. الراجل كنت في كل حته تلاقيه في الملعب، يمين تلاقيه، في الشمال تلاقيه، بينزل خط النص بيبني الهجمه للناس اللي كانت قدام. كان حاجه غريبه كده، كان ايه اللي هو وانت مفكر نفسك ميسي، انت مفكر نفسك حاجه من الناس اللي بتلبس شارات هنا كده، كابتن بجد. اداء جبار، اداء كان تقيل قوي، تحس ان هو انت رافع منشطات، يعني انت رافع حاجه غريبه. لا وايه وبلاس الاداء، يعني الراجل كان عمال يعمل ايه؟ بيدي ضربات جزاء. جاب ضربتين جزاء وضربتين جزاء عن استحقاق. يعني الواحد لما يجي يتكلم، هو الراجل جاب ضربتين جزاء عن استحقاق. ولكن من وجهة نظر المتواضعة اللي قد كده، يعني انت بتدي ضربات الجزاء ديت للناس، ما تشوتها انت. شوتها انت يا باشا، انت عندك برونو ماشي هو اللي بيشوط ضربات الجزاء، انا موافق. اديته ضربة الجزاء يا عم، والراجل جاب جون وماشي، هو المصيد الاول لضربات الجزاء، والراجل برضه عامل سكور في ضربات الجزاء، تقريبا جايب حاجه 29 هدف من ضربات الجزاء، والرقم دوت ما عملوش حد في الدوري الانجليزي مع النادي بتاعه غالبا يعني. فماشي يعني هقبلها. ضربة الجزاء التانية تديها لراشفورد ليه؟ تخلي واحد زي راشفورد يفتكر نفسه بتاعه، وهو اكبر كلاون انا شايفه في الدوري الانجليزي. يعني الراجل دوت لسه مفكر نفسه لسه ناشئ، يعني انت خلاص معدي تقريبا ال 24 سنه ومفكر نفسك ناشئ. فكانت من وجهه نظري المتواضعه اللي قد كده، انت راجل عامل اداء عالي، عامل اداء عالي في الملعب كله، فانت خلي حتى ضربه الجزاء من الاثنين اللي انت جبتهم خلي واحده ليك، شوطها انت كده وتوج نفسك يعني، لكن ما تبقاش حلوه قوي بزياده. يعني اي حاجه بالزياده ما بتبقاش حلو. ولكن ما علينا، وانا عارف ان الناس اللي بتلعب بالاداء دوت باستمرار، يعني مع الوقت هيبقى حاجه حلوه، وهو هيجي عليه الوقت في ناس هتعمله ضربات جزاء وهتعمله شغل وهو هيتوج بيه في الاخر، فماشي. اما بالنسبه بقى لمانشستر يونايتد، فمانشستر يونايتد حاله زي الزفت بعد ما كسبت النهارده. يعني كان ماتش عادي جدا، ده كان بيلعب شون دايش ايفرتون اللي بقاله بتاع 11 ماتش ما كسبش، يعني مش القصه يعني. فمانشستر يونايتد اصلا السادس ب 47 نقطه و28 مباراه، الدنيا معاه بايظه خالص. فتين هاج انا مش عايز برضه اظلم الراجل، يعني معلش سامحوني. يعني انا من الناس اللي مش هتشتم في تين هاج كتير. ليه؟ لان الراجل متصاب منه كتير، ومتصاب منه عمود قوي جدا في الدفاع وهو مارتينيز. هو الراجل قد كده، بس الراجل مفعوله جبار. فالراجل انت عندك حاجه كبيره قوي في الدفاع مش موجوده. وغير كده برضو عندك هويلاند كل ما خلاص يبتدي يرجع في الفورمه يتصاب. عندك كام لاعب كده اتصاب في نص الموسم، فوقعوا مين؟ وقعوا الحاج تين هاج. فيعني ربنا معاه في الموسم دوت. هو لو اصلا دخل يوروبا ليج يبقى 100 فل و10. فكك بقى من كل الكلام اللي انا قلته دوت، وفي جمله كده والله العظيم انا مش مصدق نفسي ان انا هقولها، يعني فاهم؟ كاي هافرتز ينقذ فريق ارسنال في الدقيقه 86 من خساره نقطتين مهمين جدا، ونقطتين مهمين جدا يعني كانوا هيطيروا منه الصداره. يعني انت متخيل ان بقى كاي هافرتز هو اللي بقى ينقذ ارسنال؟ انا والله العظيم مش مجمعها، ولا انا تقريبا هو انا في قمه قوايا العقليه، بس حصل. كمان انقذ رامس ديل، يعني الراجل رامس ديل يعني جاب جون في نفسه وحش قوي، وحش قوي. والاوحش ان هو اصلا كان متعاقب وكان قاعد على الدكه، فاول ما رجع بقى بهدل نفسه. جون في توقيت حساس، اللي هو ايه، في اخر دقيقه في الشوط الاول، اللي انت يعني لو فرقه دخلت فيها جون فغالبا بيبقى اول الشوط التاني بيخش فيها الجون التاني. ارسنال كانت هتخسر الصداره، ولكن كاي هافرتس المنقذ انقذها. لا وايه، وفي حبه برضو اي ارقام كده حلوه ليه، ان الراجل جايب يعني اهداف في 4 مباريات على التوالي في الدوري الانجليزي، يعني كل ماتش بقى يجيب جون. انا والله ما مستوعب ان انا بقوله ده يا جدعان، ولكن هذا حصل، هذه حقائق. برضه نكمل المفارقه، يعني انا عايز اقول لك ان اصلا كاي هافرتز كان واخد انذار، وان هو مثل في ضربه الجزاء فكان هياخد الانذار الثاني. يعني هي باينه وش ان انت بتمثل، وانت بتمثل هنا فانت هتاخد انذار من هنا، يعني كان هيبقى الانذار الثاني وهتطرد. ولكن الحكم تعاطف معاه وقال لك معلش الواد غلبان، فهنسيبه يلعب معانا الشويتين دول. خلاص ده فاضل ايه 10 دقايق ولا فاضل ربع ساعه على الماتش، سيبه. فسبحان الله يعني في الدقيقه 86 كان فيهم جول. معلش بقى يا برانتفورد، انت كده كده اصلا كمان اتعدد في الدوري دوت، فايه مش مشكله. عشان برضو الارسنال لو كانت خسرت النقطتين دول وخسرت الصداره،
كنا بقى نسمع زيطه من هنا للصبح عشان كان في ضربه جزاء لارسنال والحكم ما حسبهاش، والواد جاب الواد من رقبته وحطه، يعني فاهم؟ يعني كاي هافرتس عمل فينا خدمه كلنا من ايه الجدل التحكيمي اللي كان هيحصل. غير الجدل التحكيمي كان مين اللي هيبقى مسؤول برضو؟ ارتيتا. يعني انا برضو ما شفتش حد لسه بيلعب بجورجينو. يعني جورجينو ده انا عمري ما وانت في نص الملعب بتعمل ايه يا عم جورجينو؟ انا مش فاهم. وارتيتا سايبك 70 دقيقة بتلعب في الملعب ليه؟ انا برضو مش عارف. يعني انت بتلعب من غير راس حربة بتلعب بجورجينو؟ ازاي؟ حد يقنعني كده، واحد بيفهم في كرة القدم ولا حتى بيفهمش هيقنعني والله ان هو يقول لي اي سبب وانا هحاول اصدقك. يعني انت بتلعب من غير راس حربة ومن غير نص ملعب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ وبكده الارسنال تبقى 64 نقطة وتخطف الصدارة من اتنين. هما مين بقى؟ بيب جوارديولا، مانشستر سيتي، وكلوب ليفربول. فهنشوف يعني هل الصدارة هتفضل مكملة مع أرسنال بعد المباراة النارية اللي هتحصل بكرة إن شاء الله ما بين سيتي وما بين ليفربول. هل كلوب هو اللي هياخد الصدارة تاني، ولا هل بيب جوارديولا هياخد الصدارة وهيركب؟ والراجل دوت يا جدعان نصيحة مني واسمعوها، الراجل دوت لو ركب الدوري والله ما بينزل. يعني مش عارف بقى يعني مين اللي هياخد ايه الصدارة في الآخر بعد الماتش بتاع بكرة دوت. والله سؤال صعب يعني، هنشوف. وبس كده وخير والله. لسه اخيرا كان معاكم زيكا. انت لسه مش عامل لي سبسكرايب ولا مفعل الجرس، فانت ايه اللي منيله ده؟ انت ما بتعملش اي حاجه حلوه في حياتك كده. لازم دي اهم حاجه تعملها في حياتك، فعل الجرس واعمل لي سبسكرايب. وتاني اهم حاجه بقى في حياتك ايه هي؟ اقول لك تخش لي بقى على الفيسبوك. انت عندك الفيسبوك، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت. خش اعمل لي فولو، تلاقي الاخبار كلها كل يوم كل ساعتين بيبقى في خبر. يعني ولو في خبر ما بين الساعتين، يعني ما بين الخبر والخبر بيتحط بقى. يعني تعالى تعالى حبيب قلب اخوك. اما بقى تالت اهم حاجه، استعد لرمضان وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله يبقى رمضان كريم علينا وعليكم، وبحبكم. سلام.